السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سعد يوسف ودي قناه سعد الحجر. النهارده ان شاء الله هنشارك مع بعض 7 ادوات من ادوات برنامج ادوبي الستريتور. 7 ادوات اقويه جدا ومهمين جدا في برنامج الستريتور، وهم يعتبروا من اقوى الادوات او اقوى الادوات اللي موجوده في برنامج الستريتور. فلو انتم مهتمين ادعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وكومنتات، ادونا كومنتات يا جماعه. ويلا بينا بقى بدل ما نرغي كتير نبدا الفيديو. ونيجي لاول اداه معانا النهارده هي اداه الريكلر. الاداه ديت لو حبينا ان احنا اي تصميم عندنا عايزين نغير الوانه بننشطه كده، ونيجي هنا هنلاحظ ان في هنا ريكلر ارت وورك، هنضغط عليها هتظهر لنا القائمه دي. تقدر ان انت من خلال الالوان دي ان انت تحرك كده يبدا التصميم يتغير الوانه معاك كده بالشكل ده عشان اللينك موجود هنا، فكل الالوان بتتغير مع بعضها. ان انت لو شلت اللينك تقدر تغير اللون ده لوحده، تغير اللون ده لوحده، والالوان اللي تحت دي هي الالوان اللي موجوده في التصميم. ولو حبينا نرجع في كلامنا هنيجي على ريزيت ونضغط عليها بيرجع الالوان الرئيسيه بتاعه التصميم. ولو حبينا نخلي التصميم كله لون واحد بنيجي هنا على اوتو ونضغط هنا ونيجي نختار اي عدد من اعداد الالوان اللي احنا عايزينها. نضغط على الاولاني رقم 1 بس هيدينا لون واحد، ونقدر من هنا من العجله دي ان انت تغير اللون اللي انت عايز تستخدمه. عايز تزود بقى تزود كده 2، تزود 3، 4. لو عايز كل الالوان هتيجي تقول اول، ترجع لك كل الالوان بتاعه التصميم. ودي الالوان كلها تقدر تغير فيها كده، تيجي على السلايدر بتاعها وتزود لون عن لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومن هنا السلايدر ده بيتكلم عن البرايتنس، الالوان اذا كانت فاتحه او غامقه كده تبقى غامقه، كده تبدا تفتح كده البرايتنس بيكون اعلى. وعندنا هنا في كلر ليبراري، تقدر من هنا تختار من المكتبه، تقدر ان انت تختار اي الوان انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه كده. طيب عايزين نرجع في كلامنا هنيجي على ريزيت. لو عايز تتعمق قوي هتخش على ادفانسد اوبشن وتظهر لك القائمه دي او المربع ده، وتقدر من خلاله ان انت تختار مجموعه الالوان اللي انت عايزها من هنا كده. طبعا دي الالوان كلها هي اللي موجوده في التصميم. فهنا في هارموني رولز، الالوان اللي هي متناسقه مع بعضها، تضغط كده يدي لك الشكل ده، تختار اي لون انت عايزه بالشكل ده كده تمام. ومن هنا برضو تقدر تختار كلر ليبراري اللي كانت بره دلوقتي، والسنجل كلر اللي هو لون 1 او 2 او 3، 2 كلر هارموني. لو ضغطنا هنا برضو هتلاقي نفس الحكايه. وهتيجي هنا على الثلاثه دول هتلاقي الهيو والساتوريشن والبرايتنس، تقدر ان انت تغير اللون لون معين او تزود الساتوريشن بتاعه او تقلله، وهنا البرايتنس بتاعه تزوده او تنقصه من الثلاثه سلايدر دول. لو حبيت ان انت تحتفظ بمجموعه الالوان اللي موجوده هنا دي هتيجي هنا على نيو كلر جروب، تضغط كده تبدا يحفظ لك في البرنامج مجموعه الالوان دي تقدر تستخدمها. حبيت ان انت ترجع في كلامك او ترجع لاصل التصميم هتيجي تدوس هنا ريزيت وتقول اوكي. طيب في حاجه تانية، لو انا عايز اغير الالوان دي بالالوان دي، يعني اخد الالوان دي احطها هنا، اختار برضو ريكلر ارت وورك. وفي حاجه هنا اسمها كلر سيم بيكر او القطره دي او الدروبر ده، تضغط عليها وتيجي هنا تضغط بالشكل ده تمام. تبص تلاقي الالوان بقت نفس الالوان اللي موجوده في الصوره اللي قدامنا دي. الامر اللي بعد كده هو امر ريبيت. لو عايزين نكرر اي شكل، مثلا شكل زي الورقه دي كده وعايزين نكرره بطريقه معينه، بيبقى من خلال قائمه اوبجكت وبنختار حاجه اسمها ريبيت. ريبيت فيها 3 أو 4 اختيارات. اول حاجه راديال، جريد، ميرور. نختار اول اختيار اللي هو معانا ده راديال، هيدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشكل ده فيه 3 حاجات او 3 اختيارات. الاختيار الاولاني ده اللي هي الدايره البيضاء دي، تضغط عليها وتسحب كده تبدا توسع لك الداير اللي انت شغال عليه كده، وتبعد بين العناصر وبعضها او الشيب وبعض بالشكل ده. ولو جينا هنا في الاداه دي هتبدا ان انت توسع وتقلل الشيب او الورق اللي موجود قدامي ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني احنا نزود كده وننقص كده. طب انا لو عايز اشيل خالص واحده من اليمين باجي كده بالسلايدر ده اشيل واحده، ولو عايز اشيل دي باجي كده بشيلها. حبيت اشيل كده او اشيل كده وتفضل معايا دول، وممكن اخد منها كوبي كده واستخدم ديت تاني. اخش على اوبجكت اكسباند واختار اوكي. خلاص بقى معايا الشيب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اقدر استخدمه في التصميم بتاعي. طيب تمام، نيجي للاختيار الثاني من اوبجكت ريبيت
هنختار جريد. لو ضغطنا كده هيدينا المربع ده. فيه برضو نفس الحكايه، تقدر ان انت توسع كده، يزود معاك عدد الشيب اللي موجود، او كده ممكن تاخده كده تحطه هنا كده وتيجي توسع كده بالشكل ده على مساحه العمل بتاعتك. طيب انا عايز اوسع او اضيق بين المسافات دي، باجي هنا برضو نفس الحكايه، ابدا اوسع واقلل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايز اجي من هنا اوسع كده اوسع كده. الاختيار الثالث اللي معانا هو اوبجكت ريبيت ميرور او المرآة. يعني انت العنصر ده معاك وانت شغال عليه، اي حاجه بتعملها هنا بتيجي منها نسخه في الجنب ده. لو جينا هنا مثلا وخدنا الت وخدنا سحبنا كده، بتتكرر في نفس المكان هنا. لو حبيت اخلي الميرور كده خليه كده كده، مفيش اي مشكله. نفس الحكايه من هنا، من هنا تبعد المسافه بينهم وبين بعض، من هنا تقربهم بينهم وبين بعض. حبيت تجيب اي اداه تانية تعمل اي شكل كده، يعمل معاك بنفس الطريقه، ودي بتساعدك كتير جدا في رسم الحاجات اللي فيها تماثل، بتكون اسرع معاك. الامر اللي بعد كده من قائمه اوبجكت ريبيت، في حاجه اسمها اوبشنز. لو ضغطنا عليها كده بيظهر لنا الشكل ده، تقدر من خلاله ان انت تغير اتجاهات. انت لو ضغطت هنا كده بتبدا تبدل لك الوضعيه بتاعه الشكل، ضغطنا كده بتغير لك الوضعيات التانية. لو جينا كده وزودنا توسع المسافة بينهم وتقرب المسافة بينهم، وهنا نفس الحكاية، يتضيق كده يتوسع بالشكل ده. ولو جينا ضغطنا هنا كده هتلاقيها بتيجي بجنب كده، لو ضغطنا كده بتيجي بالجنب التاني، وتقدر تقول اوكي. ثالث اداة معانا هي اداة الويدث تول. الاداه الويدث تول بتستخدمها في ان انت تتعامل مع الستروك. يعني زي لو احنا عندنا دايره زي دي ستروك، بس هي ستروك ازرق وطبعا الفل هنا ملغي، الاداه دي معانا هنا هي بالشكل ده كده. لو ضغطنا عليها وجينا على اي جزء هنا وسحبنا تبدا تعمل لك الشكل ده. حبيت ان انت تضيق من مكان وتوسع من مكان براحتك، مفيش اي مشكله الطريقه دي. ولو جينا مثلا وجبنا خط كده بالبنتول، نلغي دي طبعا، وجبنا خط بالبنتول كده مستقيم وزودنا الاستروك بتاعه كده واخترنا اداه الويدث تول، تقدر ان انت تيجي هنا اول ما تيجي كده علامه الزائد الموجوده دي، تبدا تفتح كده تضغط وتسحب لبره، ومن هنا تبدا تسحب لجوه، تبقى معاك بالشكل ده. تمام. عايز تقلل شويه من هنا ماشي، عايز تيجي هنا تفتح شويه تقلل شويه كده بالشكل ده كده. تقدر تعمل بيها اشكال كتير جدا لو انت عايز تشتغل عليها، وهي اداه بسيطه لكن اداه مهمه جدا، لان انت احيانا بتبقى شغال على شكل معين بالطريقه دي كده، مثلا كده كده، اي شكل كان، واعطيه ستروك، وطبعا في النهايات كده ما بتبقاش ظريفه، فانت عايز تعملها بشكل معين، فبتجيب اداه الويدث تول وتيجي هنا كده تقلل الشكل ده كده. تمام. ممكن تيجي من هنا توسع الشكل ده كده شويه، وتيجي من هنا تقلل الجزء ده، بقت معاك بالطريقه دي. ما ينفعش ان انت ترسمه مظبوط، لان البنتول مش هتجيبها لك بالطريقه دي، هي تختصر عليك وقت ان انت ترسم من الجنبين. يعني انت لما تيجي ترسم بالبنتول الشكل ده هترسم من الجنبين، لكن لو رسمت بالبنتول فقط وجبت اداه الويدث تول تقدر ان انت ترفع اماكن وتزود اماكن. ثالث اداه معانا هي اداه البلند تول او اداه دمج الاشكال. بتقدر من خلالها ان انت تدمج عناصر مع بعضها، يعني الدايره دي تندمج مع الدايره دي، ولكن في تدرج لوني او جريدينت بشكل جميل. لو حبينا ندمجهم مع بعض هننشطهم الاثنين مع بعض كده، ونخش على قائمه اوبجكت ونيجي على خيار بلند ونخش على بلند اوبشن، ونضغط هنا كده. عندنا 3 اختيارات، هنختار الاختيار اللي في الوسط ده اللي هو الستبس، ونخلي المسافه بينهم مثلا 16 خطوه كده او 16 عدد من الاشكال دي، ونقول اوكي. ونخش على اوبجكت تاني ونيجي على بلند ونختار ميك او الت كنترول بي من لوحه المفاتيح، وضغطنا اوكي. هتبدا تجيب لك، لو كبرنا كده هتشوف ان في درجات الوان متكرره كده، انت تقدر تختار الالوان دي وتستخدمها في تصميماتك بحيث ان هم يكونوا في هارموني بينهم وبين بعض. دي رقم 1. ثانيا انت شايف ان في تعرجات بينها وبين بعضها، فانت تقدر ان انت تزود العدد وتخليها انعم من كده، من ان انت تختار اوبجكت وتختار بلند وبلند اوبشن، وتبدا تزود العدد بتاع الخطوات. كل ما تكتر العدد يبدا الشيب اللي قدامك او البلند اللي قدامك ده ينعم. تقول اوكي، كبرت كده هتلاقي الموضوع بقى افضل من الاول. وبنقدر نستخدمها كمان على
الحروف. يعني لو عندنا مثلا حرف زي حرف الايه، بتقدر ان انت تعمل دمج بينه وبين حرف ايه تاني بحيث ان تبان كانها 3 دي. يعني لو جينا عملنا نسخه من دي مثلا الت وسحبنا كده وخلينا اللي فوق ده باللون الازرق واللي تحت اللي هي دي هنخليها باللون مثلا ازرق غامق، وجينا نشطناهم الاثنين وجينا على اوبجكت بلند وقلنا ميك. لو كبرنا كده هتبص تلاقيها في تدرج لكن في تكسير. عايزين نظبطها بنخش زي ما قلنا اوبجكت بلند ونقول بلند اوبشن ونبدا نزود العدد اللي بين الحرف ده والحرف ده. كل ما نزوده تبدا الحواف تنعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام اوكي. طب هل انا اقدر احرك البلند ده اجيبه كده اجيبه كده؟ من هنا برضو تقدر تحرك الحرف حرف الاي ده وتكبره وتصغره برضو. منين؟ بتجيب اداه الدايركت سيلكشن تيجي على الشكل ده تضغط عليه هنا كده وتيجي على الدايره دي تيجي على النقطه دي كده تضغط عليها وتسحب يبدا يغير لك الاتجاه كده الشكل اللي انت عايزه. طب لو حبينا نغير هنا برضو بتيجي تضغط كده تبدا تسحب الحرف بالشكل ده. حبيت ده تضغط عليه ضغطه وبعد كده تغير اتجاهه بالشكل اللي انت شايفه ده. ومن خلال كده تقدر ان انت تعمل حروف 3 دي بالشكل اللي انت عايزه. رابع اداه معانا وهي من اهم الادوات الموجوده في برنامج ادوبي الستريتور وما تقدرش تستغنى عنها نهائي لان هي معاك يوميا في شغلك. يعني بتحب تعمل حاجه، تقص حاجه من حاجه، تدمج حاجه جوه حاجه، شكل جوه شكل، فانت بتستخدم اداه الشيب بيلدر تول. يعني مثلا لو جينا حطينا الدايره دي فوق الشكل ده كده ونشطناهم وجينا اخترنا هنا اداه الشيب بيلدر تول. بتستخدم ازاي؟ لما تيجي جنب كده الحاجه او تيجي جنب الشيب بالشكل ده كده تمام بتبدا تديك شبكيه بالشكل ده ومجزئه لك الحاجه. يعني انت جيت كده لقيت الجزء اللي بينهم الاثنين جزء لوحده وده جزء لوحده وده جزء لوحده. احنا لسه لغايه دلوقتي ما ضغطناش على اي حاجه. في هنا حرف الزائد موجود اهو تمام. اول ما تضغط على اي جزء من دول ضغطه واحده يبدا يفصله لك. لو ضغطت بره كده وجيت سحبت يبدا يفصله لك لوحده، حتى ده فصله لك لوحده تمام. طب لو عملنا تراجع ونشطناهم الاثنين واخترنا اداه الشيب بيلدر تول عايزين نقص الجزء ده بنضغط على الت ونضغط هنا كده ونسحب ونيجي بره نضغط ضغطه واحده. هي عملت لي شكل اهيت لكن هي كل قطعه لوحدها. طيب تمام. لو جينا حطيناه كده وجينا نشطناهم الاثنين مع بعض وعايزين نشيل الجزء ده كله باجي على الشيب بيلدر تول واضغط الت واسحب كده الجزء اللي انا مش عايزه بسحب عليه ومشي عليه الماوس بالشكل ده يفضل لي الجزء اللي انا عايزه بس. ودي بتستخدم كتير جدا في عمل اللوجوهات وقص الاشكال ودمج الاشكال برضو مع بعضها. يعني احنا لو حبينا ندمجهم كلهم مع بعض هنيجي كده نضغط على الشيب بيلدر تول نسحب بالشكل ده كده وكده خلاص بقوا شكل واحد. سادس اداه معانا وهي الاداه السحريه جدا اللي بتغير في طريقه تصميمك لانها اداه مهمه جدا. لو جينا على التكست ده وحبينا نغير فيه هناخد منه الت نسخه كده ونركن دي كده عشان ايه تبقى السورس بتاعنا معانا وكليك يمين عليه وهنيجي على حاجه اسمها كريت اوت لاين هتحولها لي لشيب. لو ضغطنا ضغطتين كده هنخش جوه هنلاقي كل حرف لوحده. لو حبيت انا العب في الخط ده واغير فيه واظبط فيه اقدر من خلال اداه البنسل تول او حرف الان من لوحه المفاتيح. لو جينا كده على حرف الان هنلاقي الاداه دي معانا هنا البنسل تول. وحبينا نزود بقى حاجه او نعمل اي حاجه في الاشكال دي لو جينا مثلا على حرف الكي ده حبينا نشتغل عليه باجي كده انشط الحرف اللي انا عايزه تمام كده وممكن اخد مثلا كده بالشكل ده كده خط كده رسمت بالبنسل تول الخط ده لكن هو مكسر يعني الخط كده مكسر. هنعمل تراجع وهندوس انتر من لوحه المفاتيح واحنا منشطين البنسل تول وهيجيني هنا الفيديليتي بتاعتها او النعومه والخشونه بتاعت الشغل. يعني هي دلوقتي مكسره معنى كده ان هي مش ناعمه فاحنا بنجيبها كده مثلا على السموث ونقول اوكي ونيجي بالاداه نفسها ونعمل كده خط كده مثلا بالشكل ده. طبعا هنخليها على ستروك عشان تبان معانا بالستروك. طبعا هنعمل تراجع عشان نظبط وهنيجي هنا كده نعمل خط بالشكل ده. بدا الخط معايا يدي الكيرف المظبوط والنعومه المظبوطه بالشكل ده كده وبدانا نزود الستروك بتاعه ونعدل فيه كده بالشكل ده كده. تقدر ان انت تظبط شكل تاني خالص وزي ما قلنا اداه الويتس تول ممكن اجي بيها برضو واجي من هنا كده ابدا اقلل السمك من هنا شويه كده. يبقى انا استخدمت اداتين من اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده بالشكل ده. انا عايز اشتغل بقى شغل تاني خالص بالاداه دي. هجيب اداه البنسل تول طبعا قبلها بنشط الحرف او الشكل الجزء اللي انا عايزه
وباخد الاداه واخش كده على الحرف اللي انا عايزه بالطريقه دي، وعايز انا العب في الشكل ده كده. باجي بالاداه كده اضغط هنا وابدا اعمل الجزء ده كانه متاكل كده، وامشي على الخط بالشكل ده. طيب عايز اخش ازود من الجنب ده، باجي هنا كده اخش كده. تمام. عايز اعمل حاجه تانية هنا اهي، حابب اجي على حرف اليو ده واشتغل عليه برضو، انشطه كده وابدا اخلي الجزء ده بالشكل ده كده مثلا. تمام. اجي هنا مثلا عايز اخلي الجزء ده كده. طبعا انت حاول تدرب ايدك على الشغل ده لانه هيفيدك في صناعه اللوجوهات، هيخليك متمكن جدا. ويا ريت يكون معاك جرافيك تابلت، فهتساعدك الاداه دي كتير جدا. لو جينا مثلا خدنا الدايركت سيلكشن وجينا هنا كده نشطنا الجزء ده وبدانا بالاسهم كده نطلع لفوق كده، وحبينا نعمل شكل يمشي كده مثلا بالشكل ده، هجيب اداه البنسل تول وابدا اخد شكل بالطريقه دي كده مثلا، واجي كده. مش لازم تكون مظبوطه قوي في الاول، واجي كده. تمام كده. تمام. لا مش تمام. اجي كده وابدا اعدل الشكل بتاعي. ما ظبطتش، كنترول زد وبرجع اجي كده مثلا، وانا طول ما انا شغال الحاجه بتظبط معايا. مثلا عايزها كده، ما ظبطتش بجيبها تاني كده مثلا، وابدا اعدل كده. طب لو في تكسيرات ولا اي حاجه، كليك يمين هنا كده وباخد حاجه اسمها سموث تول. السموث تول بتبدا تعدل لك، لو ضغطت كده وبدات تسحب بتنعم لك التكسيرات اللي موجوده في الخطوط اللي انت شايفها دي بالطريقه دي. ولو جينا بصينا على الشكل كله لقينا ان احنا غيرنا في نوع الخط وفي شكله خالص بين الاصل وبين اللي احنا اشتغلنا عليه. يبقى في اختلاف عامل شكل للخط بتاعك. طبعا لو انت متقن للاداه ديت هتقدر تطلع منها حاجات افضل من كده بكتير. نيجي لاخر حاجه معانا وهي اداه الاوفست باص. الاداه ديت بتستخدم في حاجات كتير جدا، ممكن في برضه في اللوجوهات وتستخدم برضه في التكست. احيانا التكست بيكونلوش اوزان، يعني الخط ده مثلا لو مالوش وزن فانت ما تقدرش تغير في السماكه بتاعه الخط، فانت بتخش على قائمه اسمها قائمه ابيرانس. لو ما لقيتهاش هنا تخش على قائمه ويندو وتختار قائمه ابيرانس او شيفت F6 من لوحه المفاتيح. هنيجي نضغط عليها كده ونيجي على الاف اكس اللي موجوده هنا ونخش على قائمه باث، واول اختيار معانا هو اوفست باث. اول ما نضغط عليه بيجينا بالشكل ده التكست بتاعنا. ده الاوفست بتاعها. بتبدا ان انت تقلل زي ما انت عايز كده، يبقى انت كده ايه رفعت الخط خالص، وممكن تتخن الخط كمان بالشكل اللي انت عايزه. ودي ميزه مهمه جدا للخطوط، لان في تصميمات ما يمشيش معاها الا مثلا حاجه رفيعه كده، وفي تصميمات ما يمشيش معاها الا حاجه تكون بولد كده. تمام. فانت بتقدر ان انت تستخدمها بالشكل ده، ودي ميزه من مميزات اداه الاوفست باص. تمام. وبكده يبقى فيديو النهارده خلص، لكن ان شاء الله فيديوهاتنا لسه ما خلصتش. متشكرين على المشاهده، ولو استفدتوا اي حاجه حاولوا ان انتوا تدعمونا باللايك او بالشير، ولو اول مره تخشوا القناه يا ريت سبسكرايب الزرار الاحمر ده. وختاما اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.